في قطع في البيت غالبًا الناس ما بتفكّرش فيها، بتختار تصميم أو شكل واحد وخلاص كده، مع إن القطعة دي محتاجة تفكير كويس جدًا، جدًا. أنا سارة من فريق كار منزل، والنهارده هنتكلم معاكِ عن اختيار الأبواب الداخلية. هنتكلم معاكِ عن تصميم أو كذا تصميم للأبواب الداخلية، ونشوف مع بعض التصميم ده مناسب لأنهي مساحات، سواء مساحات كبيرة أو مساحات صغيرة، أو ممكن استخدامه في كل المساحات. الفيديو متقسم أجزاء تحت في الوصف عشان لو حبيتِ تروحي لجزء معين على طول. أول باب هنتكلم عنه هو باب مناسب للمساحات الصغيرة، عملي جدًا، جدًا، لإن هو بيفتح وبيقفل بالشكل ده، فبيديكِ مساحة أكبر تحطي فيها حاجات تانية، زي مثلًا لو استخدمتيه في غرفة النوم يديكِ مساحة أكبر تحطي فيها الدولاب، لو استخدمتيه في الحمام يديكِ مساحة أكتر ممكن تحطي فيها وحدة تخزين، وهكذا. تاني باب هو باب برضه مناسب للمساحات الصغيرة، أو في نفس الوقت لو الباب ده هيكون في مكان أنتِ عايزة شكل الحيطة فيها يكون انسيابي، يعني مش باين أوي، مش باب بيفتح وبيقفل زي الأبواب العادية. الباب ده بيكون built in وبيكون sliding، ولكن الباب ده لازم يتأسس له من بدري وأنتِ بتجهزي في البيت من الأول. تالت باب هو باب بيعمل نفس وظيفة الباب الbuilt in الsliding، ولكن ميزته إن هو مش بيحتاج يتأسس له من بدري. الباب ده اسمه barn door وبيبقى شكله كده، وهو ممتاز جدًا، جدًا في تقسيم المساحات. ولكن الأماكن اللي محتاجة خصوصية عالية زي مثلًا الحمام، الباب ده غير مناسب ليها. رابع باب هو باب مستوحى من الستايل الفرنسي واسمه double door، والباب ده شيك جدًا، جدًا، ويبقى ممتاز جدًا لو عندِك مساحة كبيرة عايزة تفصليها، زي مثلًا عايزة تفصلي غرفة معيشة عن dining room أو غرفة سفرة، الباب ده مناسب جدًا، ولكن الباب ده ينفع أكتر في المساحات الأكبر. خامس باب هو باب مناسب لكل المساحات، سواء مساحة كبيرة أو مساحة صغيرة، وهو اسمه bifold أو المعروف عندنا باسم الباب الأكورديون، وعلى عكس الباب الbarn door الbifold door أو الباب الأكورديون ممكن كمان يكون مناسب للمساحات اللي محتاجة خصوصية عالية زي مثلًا الحمام. قولي لنا لو استخدمتِ أي نوع من أنواع الأبواب دي في بيتِك والّا اخترتِ تصميم واحد معين ونفذتيه في كل البيت؟ وافتكري تتابعينا على كل قنواتنا على انستجرام وفيسبوك ويوتيوب عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة عن ديكور وتنظيم وترتيب البيت.